تقريبا كده يا جدعان في ناس زعلانة إن احنا الواحد بيتكلم وزعلان من مجلس إدارة نادي الزمالك الفاشل بامتياز، مع مرتبة الشرف ومع أي مرتبة، حتى مرتبة القرف حتى على دماغهم. في ناس زعلانة وشايفة إن هم ناس مضحية ومضيعة وقتها عشان نادي الزمالك. بالمناسبة انت لو شايف ان انت مضحي ومضيع وقتك مدغور في 60 داهية، انت واي واحد متعاطف معاك بالمرة. انت مجلس فاشل، مجلس عار خدامين. انت بتخدم، مش مرة تخدم الاهلي من ناحية، بتخدم بيراميدز من ناحية. احنا تالت سنة بيضيع المركز حتى مؤهل لدوري الابطال. الاهلي دلوقتي بيلعب في كاس العالم وانت فرجة عرة، من غير لعيبة، من غير مدرب، من غير مدير تعاقدات، حتى مش عارفين تتعاقدوا مع مدير تعاقدات. فانت مجلس فاشل بكل حاجة، في كل حاجة. والجماهير الكيوت اللي فرحانة بيك ده فاشلة زيك وأمر منك. هي دي مشكلة نادي الزمالك، الجماهير الفاشلة زي المجلس الإدارة. جماهير فاشلة كده وكيوت كده، تحس إنها دلوعة كده. مجلس عمل اللي عليه. عمل اللي عليه ايه يا اختي؟ يا اختي يا كميلة، انت وهو وهي، في عمل ايه اللي عليه؟ احنا مجلس نادي الزمالك ده فاشل. خلانا كده اشتقنا كده للموسيقار مرتضى منصور بكل مساوئه وكل البلاوي اللي كان بيعملها. احنا الناس كانت عادة بتتمنى مرتضى منصور تاني، وفي ناس بتدافع عن ده. ايه يا جدعان؟ في ايه؟ هو في دماغ؟